أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المكرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. حسن يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الغاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في عالم الذر بقوله ألست بربكم قالوا بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور ولإشاعة العدل والفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة، مصداقا لقوله العلي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ضمن حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بأسبابه ولذت بجنابه وتشبثت بلبابه، فكان هذا القرآن العظيم فيها مصدرا للبشرى ودليلا إلى الشرعة اليسرى، حتى يبقى هذا الدين كما أراده الله على حد القصد والاستقامة، صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة لله بالغة ونعمة ومنة منه سابغة، كما قال جل في علاه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم نور بالفهم في شريعتك قلوبنا وزكي بها أرواحنا وأنفسنا، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذه الشريعة الغراء الظاهرة البينة المباركة العصماء، صلاة وسلاما دائمين ما اختلف الملوان وتعاقب الدهر والزمان، ثم أما بعد. أخرى: ألا شقي عبد أدركه رمضان حتى انسلخ منه فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. ثم: ألا شقي عبد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين فقلت آمين. وبه استدل جمع من الفقهاء على وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه كما عند الترمذي: فإن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالشاهد أن من مظاهر الرحمة بالوالدين برهما، العطف عليهما والإحسان إليهما. رابعا من مظاهر الرحمة في الإسلام الرحمة بالزوجة، بهذه المرأة الأسيرة في بيت زوجها. الزوجة سكن الإنسان وأنسه ولباسه، وقد وصف الله سبحانه وتعالى
العلاقة الزوجية بأنها آية من آياته. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ووصف الله سبحانه وتعالى ذلك العقد، تلك الكلمات، ذلك العهد الذي يكون في عقد القرآن بأنه ميثاق غليظ. قال سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وأمر سبحانه وتعالى بحسن العشرة معهن وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وثبت فيما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. خياركم لنسائهم. يمكن للإنسان أن يجعل الزوجة مرآة لنفسه، أن يجعل الزوجة امتحانا واختبارا لخلقه، لأنه مع الناس قد يظهر على غير حقيقته، لكن مع الزوجة لا يملك أن يتكلف معها الخلق كثيرا. كم يتكلف؟ شهر، شهرين، ثلاثة، سيظهر على حقيقته. فيمكنك أن تزن نفسك وأنت في بيتك، في عبادتك، في تقربك من ربك سبحانه وتعالى، في خلقك، في حسن معاملتك، في إنصافك وعدم ظلمك، في عدلك. هذا في البيت يكون ظاهرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خيركم لأهلي. فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا ظاهرا وباطنا صلوات الله وسلامه عليه، بل هو قد طبع على الخلق طبع عليه الصلاة والسلام. ولا عجب، كان خلقه القرآن كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها في صحيح الإمام مسلم، وقد سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. والقرآن موصوف بأنه عظيم: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بأنه عظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. فالمناسبة ظاهرة. فالشاهد أن من أعظم مظاهر الرحمة في الإسلام الرحمة بالزوجة، بهذه المرأة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، وإنما أخذتموهن بكلمة الله أو بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فيجب على المسلم أن يتقي ربه ومولاه في زوجته في سكنه، وهذا من الرحمة. خامسا من مظاهر الرحمة في الإسلام الرحمة بالأولاد. الأولاد فلذات الأكباد، وهم زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالأولاد من مظاهر الرحمة في الإسلام الرحمة بهم، وكان عليه الصلاة والسلام رحيما بأولاده وأحفاده. ثبت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قبل بعضا من أولاده، فجاءه أعرابي فقال له: أتقبلون أولادكم؟ قال: نعم. قال: والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أفعل إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. وثبت في الصحيح أيضا من حديث أسامة بن زيد أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وليد لها صغير، فأرسلت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في خبر يقول ذكره، فجاءها في زمرة من أصحابه ومعه سعد وأسامة وغيرهم، فرفع يقول
يقول الراوي: فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تتقعقع، يجود بنفسه، ستفيض روحه. فحمله النبي عليه الصلاة والسلام ودمعت عينه. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ أنت رسول الله سيد الصابرين سيد الأتقياء. قال: ما هذا يا رسول الله؟ فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام معنى الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن. هذه الرحمة فيها الأجر العظيم، فيها المقام الكبير عند الله سبحانه وتعالى. وثبت كذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه بكى ودمعت عينه حين توفي ولده إبراهيم من ماريا القبطية التي أهداها له مقوقس الإسكندرية في مصر، لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام، أرسله مع حاطب بن أبي بلتعة. قارب المقوقس الأمر وكاد أن يسلم لكنه لم يسلم، لكنه عظم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إليه جاريتين وعبدا وبعضا من المال. قارب الإسلام، فقارب المقوقس الإسلام لكنه لم يسلم. فأرسل ماريا أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من إمائه عليه الصلاة والسلام، وولدت له إبراهيم. كل أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة، وإبراهيم من ماريا القبطية. يقول العراقي: وجملة الأولاد من خديجة لكن إبراهيم من ماريته. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته. الله أكبر! كل أولاده ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر فقط. كل أولاده صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، والكل في حياته ذات الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. وهذا من أعظم ما يكون على القلب. على كل حال، رزق النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في آخر حياته. الإرسال إلى الملوك كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. أرسلت ماريا وولدت له إبراهيم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما. وثبت في الصحيحين أنه خرج فرحا عليه الصلاة والسلام وقال: لقد رزقت الليلة بولد وسميته باسم أبي إبراهيم. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوليد الصغير. ثم مات إبراهيم يذوق طعم الأبوة ثم يحرمه لله دره ما أزكاه من جلده. من أعظم الابتلاء أن تذوق طعم النعمة ثم تسلبها وتحرمها. وقد مات أولاده كلهم في حياته، وفي آخر عمره إلا فاطمة يكرم بهذا الولد ويبتلى مرة أخرى. فصبر عليه الصلاة والسلام كالجبل الأشم، لكن دمعت عينه كما عند البيهقي وغيره: إن القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبكى عليه الصلاة والسلام على ولده. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بأولاده ما صنيعه مع فاطمة، مع البضعة المحمدية، مع سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وارضاها. فاطمة بنت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في الصحيحين: كانت إذا دخلت قام إليها وقبلها وأجلسها في مكانه وقال: مرحبا بابنتي. وخبر وفاته صلى الله عليه وسلم مشهور: قد دخلت فاطمة فلم يقم إليها فبكى وبكى وهو لا يستطيع أن يقوم إليها عليه الصلاة والسلام. فصنيعه عليه الصلاة والسلام مع أولاده مشهور ومذكور في سيرته العطرة وفي سنته النبوية. ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين كان يحملهما عليه الصلاة والسلام، وربما نزل من على المنبر من أجلهما وهما قد أتى يعثران
ركبتيهما فنزل عليه الصلاة والسلام من المنبر لكي يحمل حفيديه الحسن والحسين، وكان عليه الصلاة والسلام يقبلهما ويقول هما ريحانتاي من أهل الدنيا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام عن الواحد منهما اللهم إني أحبه فأحبه. وقال عليه الصلاة والسلام عنهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي الموطأ من حديث أبي قتادة أنه كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب بنته رضي الله عن الجميع وهي صغيرة يحملها في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وإذا قام حملها. هذه زينب بنته صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت أبي عاصم الربيع، وهذه بنتها أمامة. وهذا الحديث يتعلق به مسائل فقهية على كل حال، لأنه حديث أمامة هذا مشهور. بعض فقهاء الشافعية تعرفون عند الشافعية هذا من باب الطرفة، عند الشافعية حمل شيء كثير لا يضر في الصلاة. كثير من الشافعية لا سيما في الشام عمائلهم كبيرة، فكان الواحد منهم إذا سجد تسقط منه فيردها أو تتغير فيردها. قالوا هذا من الفعل الكثير في الصلاة، والفعل الكثير في الصلاة قد يبطلها. فكان يقول هذا الفقيه ليست العمامة بأثقل من أمامة. أمامة بنت رسول الله حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندنا في مذهب مالك أنه منسوخ مشهور عندنا. أجاب المالكية على هذا الحديث بجملة من الأجوبة أحسنها أنه منسوخ، وهذا ليس موضع حديثنا، هذا في الفقه الإسلامي. لكن الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يحمل أولاده ويداعبهم ويلاطفهم صلوات الله وسلامه عليه. كان رحيما بالصغير والكبير. في صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام ربما أخذت الجارية من جوار المدينة بيده، تأخذ الجارية بيده فتذهب به في شوارع المدينة، وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. سادسا من مظاهر الرحمة في الإسلام الرحمة حتى بالحيوان. الرحمة بالحيوان. الحيوان مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وقد عظم الله جل جلاله هذا الكون وهذا الخلق، فهو من خلقه ومن إيجاده وإبداعه، ونهانا سبحانه وتعالى عن الإفساد والإضرار بجميع صوره. بل إننا نجد الإسلام يحكم أحكاما قاسية على من يؤذي الحيوان. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة. وما هرة في مخلوقات الله؟ هرة مخلوق صغير. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ونجد الإسلام في المقابل يرتب الأجور العظيمة والثواب الجزيل والعطاء الكبير لمن أحسن إلى الحيوان. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن بغيا من بغايا بني إسرائيل، تعرفون البغي الزانية أجلكم الله التي تتأكل بفرجها، مرت على كلب أصابه الظمأ والعطش وكاد يأكل الثرى من أثر ذلك، يكاد يأكل التراب عطشا، فرق له قلبها، أشفقت عليه فنزلت في البئر وخلعت موقها أي حذاءها وملأت الموق بالماء وسقته، فشكر الله لها فغفر لها بهذا الصنيع اليسير. فالرحمة حتى مع الحيوان من مراد الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. وتأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي ثعلبة قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لا يعذب
الإسلام يدعو إلى الرفق وإلى الرحمة حتى بالحيوان. سابعا من مظاهر الرحمة في الإسلام الرحمة حتى بالجماد، وهذا عجيب، حتى بالجماد. ومن ذلك الحفاظ على هذا الوجود والحفاظ على هذا الكون. نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نفسد في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإفساد في الأرض بأي وجه من الوجوه محرم في شريعة الإسلام، وذاك من مظاهر الرحمة. بل ثبت في الصحيحين في قصة الجذع، وقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع قبل أن يتخذ له المنبر، على جذع نخلة. كان يقف عليه الصلاة والسلام على هذا الجذع ويخطب عليه، ثم اتخذ له المنبر صلوات الله وسلامه عليه. فلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر حن الجذع إليه، حن الجذع وهو جمال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمع له أنين كأنين الصبي حتى كاد أن ينشق من شدة البكاء. ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام؟ هل أهمله؟ لم يبالي به، هو جذع وما جذع في خلق الله، لكنه عليه الصلاة والسلام أرحم الرحماء من الخلق. بل نزل عليه الصلاة والسلام من منبره الشريف إلى ذلك الجذع واحتضنه عليه الصلاة والسلام، وأخذ يهدئه ويربط على قلبه ووضع يده عليه. كل ذلك من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخيرا، والمعاني كثيرة والمظاهر، أعني مظاهر الرحمة كثيرة، ولكنني أختصر اختصارا. من مظاهر الرحمة حتى بالكافر، حتى بالكافر مطلوب منا أن نرحمه. كيف نرحمه؟ كيف نرحمه؟ أن ندعوه إلى الله، أن نحرص على هدايته، أن نحسن معاملته كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام. في الصحيح من حديث أنس أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتيه بوضوئه، فمرض مرضا شديدا، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وكان على فراش الموت. انظروا إلى رحمة رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام قل لا إله إلا الله. فسكت الغلام وأخذ يتفكر ويتدبر، ونظر في وجه والده كان قائما عند رأسه، فقال له والده: يا بني أطع أبا القاسم. وهو يهودي، لكن يعرفون صدقه ونبوته، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما بين يديه. يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يجدون ذكره في التوراة والإنجيل، فهم يعلمون صدقه ونبوته. فقال اليهودي المشفق على ولده: يا بني أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. تلك هي رحمة الحبيب المختار عليه الصلاة والسلام. ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة حين فتحها الله سبحانه وتعالى عليه؟ قد دخلها عزيزا معظما صلوات الله وسلامه عليه، وهو في تواضعه لربه قد حمل رأسه الشريف، بل كاد أن يلامس رأسه رحله أي مؤخرة الرحل مقدم الرحل من شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم. فعل ما فعل وكسر الأسنان، وأقيم المشركون بين يديه ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهم الذين قاتلوه وطردوه وسبوه وشتموه وأخرجوه من وطنه وأرادوا قتله، بل قتلوا بعضا من أقاربه، وعلى رأسهم حمزة عمه صلى الله عليه وسلم. فعلوا ما فعلوا واجتمعوا خائفين منكسرين بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
أطلقهم لله ولم يلزمهم بشيء. تلك هي الرحمة المحمدية. فإن كان نوح عليه السلام قد دعا على قومه بالعذاب العام، فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد الأنام حين فعل معه قومه ما فعلوا، بل أدموه صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته وهشم وجرح في رأسه فأصابته الجروح وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هل نجد رحمة كهذه الرحمة كرحمته عليه الصلاة والسلام حتى مع أعدائه؟ يحب الخير لهم ويحرص على هدايتهم إلى غير ذلك من المعاني الواضحة والبينة والمسطورة والمنشورة في سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. مما يتعلق بالرحمة مسألة ينبغي التنبيه عليها والإشارة إليها، وذلك أن الرحمة حقيقة الرحمة فيما جاء به شرع الله عز وجل. كل ما جاء به الشرع فهو عين الرحمة، وإن لم يبدو للعباد وجه الرحمة فيه. وللحديث صلة إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمما يتعلق بالرحمة ما ذكرناه قبل قليل، أن الرحمة فيما جاء به الوحي والشرع لا فيما يقتضيه الهوى والطبع. كل ما جاءت به الشريعة فهو عين الرحمة، وإن لم يظهر للعباد وجه الرحمة فيه. فهو سبحانه وتعالى الخالق المدبر المتصرف في هذا الوجود، فهو الذي خلق وهو الذي أمر، وهو العليم جل جلاله بما يصلح عليه حال خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. قصاص مثلا قد يبدو فيه نوع شدة، لكن من تأمله فهو عين الرحمة. فمن علم أنه إذا قتل غيره سيقتل لم يتجرأ على أن يزهق الأرواح. وكانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، وأفصح منها بل لا وجه للمقارنة قول الحق سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالمعتبر في الرحمة لا ما تنتجه العقول أو الأفكار مما يخالف شرع العزيز الغفار سبحانه وتعالى. نعم، من معاني الرحمة
اليسيرة الباقية كي أذكر نفسي وإخواني بأمر هو من الأهمية بمكان. فقد أظلنا قبل أيام يسيرة هلال شهر الله المحرم من هذا العام الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا، ونحن نودع أو نحن قد ودعنا سنة هجرية كاملة مضت محملة بأعمالنا حسنها وسيئها خيرها وشرها، فمن كان قد وفق للطاعة فليحمد الله سبحانه وتعالى وليشكره على ما مولاه وليتزود فإن خير الزاد التقوى، ومن كان قد أساء ففيما بقي من العمر فسحة وفرصة لكي يتدارك فيها الإنسان ما فاته، وإن عمرا ضيع أوله لحري بأن يغتنم آخره، فليتوب الإنسان إلى ربه ومولاه ويتوب الله على من تاب. هذا الشهر شهر الله المحرم جاءت فيه فضائل كثيرة، وبحلول هذا الشهر وغيره من الأشهر ندرك معنى عظيما، ذاك المعنى الذي نستفيده من مرور الأيام والشهور والسنوات. إن في مرور الأيام والشهور والسنوات جملة من الدروس والعبر والعظات. من أعظم الدروس التي يستفيدها الإنسان من مرور الزمن درس النهاية والفناء، وأنه لا بقاء، كل ما له بداية فله نهاية، كما نرى وكما نشهد وكما نسمع كل حادث فسيفنى، السنون تمضي وتمر، وكذلك هي الدنيا وكذلك هذا الوجود. فهذا الوجود كله مآله إلى الفناء، مآله إلى الزوال، مآله إلى الاضمحلال. يقول الحق سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل ما على هذه الأرض وعلى وجه هذه البسيطة سيفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بل حتى هذا الإنسان، هذا المخلوق البشري العجيب، هذه الملحمة الإنسانية الكبرى والعظمى، هذا التاريخ البشري العريق سيموت وسيفنى وسينتهي ومآله إلى العدم. يقول الحق جل جلاله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن قيصر يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها تلد. أين الملوك الذي كانت لعزتهم من كل صوب إليهم وافد يفد. حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها الخفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يلطف بنا بلطفه جل جلاله. من أعظم الدروس والعبر والعظات أيضا التي نستفيدها من مرور الأيام والشهور والأعوام درس اغتنام الأوقات قبل الفوات، فالعمر يمضي. اغتنام الوقت، هذا الوقت أشرف شيء أوتيه الإنسان، بل هو حياة الإنسان. حسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. كلما تمضي ساعة تزيد فيها قربا من الأجل. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه قرب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. الوقت عظم الله سبحانه وتعالى من شأنه في آيات كثيرة، فقد أقسم الله جل جلاله
أقسم بالعصر. والله جل جلاله إذا أقسم دل ذلك على أمرين عظيمين جليلين مهمين: عظمة الشيء المقسم به وعظمة الشيء المقسم عليه. فالله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا على عظيم كذلك. حين يقسم بالعصر فيه دلالة واضحة، إشارة جلية إلى أهمية الوقت، وهو محل الطاعات والعبادات. الوقت محل الاعتبار والادكار، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالزمان له شرف، فيجب على المسلم أن يغتنم وقته. قد ثبت عند الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره ماذا عمل فيه. ستسأل عن هذا العمر، فبادر واغتنم ما فات. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأسهل ما أراه منك يضيع. ويقول الباجي رحمه الله بن وليد الباجي: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. ثق تماما أنك في نفس اللحظة والوقت الذي تضيع فيه وقتك وتتكاسل عن اغتنامه فيما يعود عليك بالنفع في الدنيا أو الآخرة، يوجد غيره من يغتنم وقته في نفس اللحظة، من يبني مجده في الدنيا والآخرة، من يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، من يزداد نجاحا وتفوقا في نفس اللحظة. هذا من أعظم ما يحملك على اغتنام وقتك، لأن الناس يمضون ويسيرون، ومنهم من وصل، ومنهم من قطع أشواطا كثيرة، ومنهم من ابتدأ وشرع. ويا لا خسارة المحرومين. يقول شوقي رحمة الله عليه أمير الشعراء: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فأقم لنفسك بعد موتك أو قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يعود علينا بالنفع. كذلك من دروس السنة الهجرية درس الهجرة نفسه. نحن نؤرخ بالسنة الهجرية، أي بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما أثبت هذا التاريخ وأمضاه وأجره في الناس الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. فعلينا أن نقف وقفات، إن كان الوقت لا يتسع لها لما فيها من كثرة العبر والعظات مع هجرته صلى الله عليه وسلم. كانت درسا عظيما للبشرية، كيف أنه عليه الصلاة والسلام خرج من وطنه وملاعب صلاه من أجل دعوة الحق ومن أجل البلاغ عن الله جل جلاله، وتلك تضحية أعظم بها من تضحية. ولا سبيل لأن يعود للمسلمين العز والنصر والتمكين إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سبيل إلى النصر والعز والتمكين إلا بإصلاح هذه النفس التي بين جنبيك. والشعار في هذا قول الحق جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يلهمنا مراشد أمورنا، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع القائمين على هذا المسجد المبارك، وعلى رأسهم إمام المسجد الشيخ بلال جزاه الله تعالى خير الجزاء، وإخوانه الذين يقومون معه جزاكم الله تعالى خير الجزاء. وشكر الله لكم حسن إصغائكم وصبركم واستماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.